ديكورني صالي، على بالي بلي في رمضان كامل نحبوا ننوعوا في المملحات هكا باش ما نكرهوش وننوعوا في المائده تاعنا. اليوم جيت نشارك معكم هاد لي كورني يجوا هايلين خفاف بنان وما يتشبعوش. ديروا حفظ للفيديو وارواحوا نبداو نخدموهم مع بعض. العجينه تاع لي كورني ديالنا نحتاجو 2 كيسان تاع الفرينه، نحتاجو تانيك مغرفه صغيره خميره، مغرفه صغيره سكر، وعندي تانيك الملح. نخلط هاد النواشف مع بعض، ندير عليهم 3 مغارف كبار تاع الزيت ونخلط مليح. لايم العجينه تاعي بالماء اللي يكون دافي. العجينه نخلوها طريه من يبسوهاش هكا باش لي كورني تاعنا يجونا خفاف وبنان. نضيف على العجينه مغرفه كبيره تاع لا مارغرين، انا درت مارغرين ديما، ندلكها مليح في لاباط حتى تدخل لي كامل في لاباط. نحط العجينه تاعي في البلان دو طرافاي ونكمل ندلكها. ندلكوها شويه بعد نعاود نرجعها في الغيسيبيون، نغطيها ونخليها تريح حوالي 30 دقيقه هكاك. ومن بعد نروح نديغازي العجينه ديالي، نحطها في بلون دو طرافاي، نفتحها بالفرينه، نحي لها كامل هذوك الزوائد هكا باش نسهل على روحي الخدمه. ومن بعد نجيب موس ولا هذاك لاغولات ولا ونقطعها الى شرائط. ومن بعد نروح نجيب هذوك لي مول تاع لي كورني ونبدا نلوي العجينه هذه، هذوك الشرائط اللي درتهم على لي كورني هذوك تاعي، نحطهم في بلاطو اللي فيه ورق الطهي. ومن بعد ندهنهم بصفار البيض، ندير لهم شويه ساندويتش من الفوق، نطيبهم على 180 درجه. بعد ما يطيبوا لي نخليهم يبردوا، نديموا ليهم. عمرتهم لهنا بالبيشاميل والطون، درت لهم فرomاج غابي وقدمتهم وشوفوا لي النتيجه.